السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن موضوع شفته حواليا كتير جدا 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 مع اصحابي. جايبه طبعا مج عشان بودكاست بقى وكلام وقلم حوارات، يعني ما علينا. فالموضوع ده لقيت منتشر جدا جدا جدا، انا حاسه بيه شخصيا وصحابي وكل الناس اللي حواليا، فحبيت اعمل لكم ماجستير بسيط من العالمه الاء طبعا، عشان ايه؟ تعرفوا عنه اكتر. وهو اللي كل ما نكبر في العمر، واهالينا طبعا يكبروا في العمر طبعا معانا، ليه المشاكل بتزيد؟ ليه ما نبقاش متفاهمين اكتر؟ ليه ما نبقاش قريبين اكتر؟ ليه ما نبقاش بنفهم بعض اكتر؟ مش زي زمان، يعني حتى لو احنا زمان كويسين وزمان فاهمين بعض، ليه ما نبقاش فاهمين بعض زي زمان وعلاقتنا كويسه زي زمان، رغم ان المفروض نكون فاهمين بعض اكتر ان احنا بقينا قريبين في العمر؟ ليه المشاكل بتزيد؟ وفجأة كل العالم بقى ما بيحبش اهاليه، كل العالم بقى عنده مشاكل مع اهاليه، كل العالم يعني مش طايقين بعض. فعلا الاهالي والعيال مش طايقين بعض. فعشان كده عملت لكم ماجستير صغير جدا 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 عن الموضوع ده. اول حاجه الرفض المطلق. الحاجات اللي كانت ممنوعه زمان عشان احنا كنا صغيرين لسه ممنوعه دلوقتي، رغم ان هي ممنوعه زمان عشان كنا صغيرين. اهالينا لسه ما غيروهاش، لسه مش مسموحه رغم ان احنا كبرنا. احنا بنحاول نفهمهم ان احنا كبرنا وانه المفروض الحاجات دي تبقى متاحه دلوقتي، بس هي مش متاحه. برضو حاجات كتير برضو. عامله لكم بقى ماجستير بقى ايه فظيع يعني. تمام، نرمي دي بقى، ما علينا. اول حاجه، الجيل ده واعي جدا بالصدمات النفسيه، فالحاجات البسيطه جدا اللي ما كانتش مؤثره عليه اصلا زمان بقت مؤثره عليه قوي دلوقتي عشان بقى واعي ليها. يعني مثلا اهل كانوا بيضربوا عيالهم، او مثلا بيمنعوا عنهم مصروف، او مثلا بيحبسوهم. زمان كان ممكن يكونوا متضايقين، اما كبروا بقى اكتشفوا مثلا انه عشان اتحبسوا في اليوم الفلاني، او عشان اتمنع عنهم مصروف، او ادوا ان هم يعملوا حاجات غلط. فهم ربطوا ما كبروا بين لا اله الا الله. ربطوا ما كبروا، ايه ده؟ ربطوا ما كبروا بين الاخطاء اللي اهاليهم عملوها والحاجات العقد النفسيه اللي طلعوا بيها ما كبروا. فبداوا الاخطاء تكبر في ذهنهم، يعني بدل ما هم زعلانين من الموقف ده بقوا زعلانين جدا 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 لانه ادركوا ان الموقف ده اثر في نفسيتهم بالشكل الفلاني. فده برضو ادى ان الخلاف يزيد. تالت حاجه طبعا ان احنا دلوقتي يعني تضاد بين اكتر عمرين يعني بينهم حساسيه في بعض. الشاب اللي عايز يعيش وعايز يستقل، والراجل الكبير اللي عايز يغير حياته وعايز يعيش حياة احسن واريح من زمان. فكل واحد عايز من التاني دعم مطلق بدون اي حاجة، يعني الحاجة دي انت مش مقتنع بيها يا بابا، مش شايف ان هي كويسة، بس عايزك تقف جنبي كده وخلاص. اقف جنبي يا سيدي، نجحت ما نجحتش مش مشكلة، عادي كلنا فاشل اصلا، ما علينا. فنجحت ما نجحتش مش مشكلة، اقف جنبي خلاص، هو ده. وكذلك الاهل عايزين ده. انا مثلا مش عايزه اعمل كده، انا كنت مثلا بس بنعمل 1 2 3، انا ما عدتش عايزه اعمل 1 2 3، انا تعبت. فانت بالنسبه لك ايه؟ ده انا بابا كان بيعمل لي وكان بيهتم بيا وكان دلوقتي ولا بيعمل ده ولا ده ولا ده. فبقى برضو الموضوع مأثر فيك قوي. برضو ان زمان كنا صغيرين فاهلنا كانوا بيخافوا علينا قوي. فكان ممكن مثلا واحده سمرة مثلا فمامتها مثلا تلبسها مثلا هدوم، وده الموقف ده انفتح قدامي قبل كده يعني كام يوم. ان مثلا واحده سمرة فمامتها مثلا عارفه اللون اللبني بينفع عليها قوي، او لون معين ينفع عليها قوي، فكانتش تقول لها مثلا البسي لبني يا سمرة مثلا، وده تنمر وده غلط. فكانت تقول لها مثلا ايه اللون ده حلو عليكي، فتقول لها لا انا بحب اللون الاحمر مثلا، فتجيب لها حاجه حمراء وحاجه لبني من غير ما تقول لها طبعا ان اللبني حلو عليكي عشان بيبيضك والكلام اللي ملوش لازمه ده. ما علينا، السما نص الجمال، كل الجمال ولا يهمكم اي حد، ما علينا. فاما كبرت البنت دي بقت مامتها تقول لها ما تلبسيش اللون الاحمر انه وحش عليكي عشان انتي سمرة، البسي اللبني عشان بيفتحك عشان تباني اجمل. فهي بالنسبه لها قلبي ازاي تقولي لي كده، ازاي تعملي لي كده، انتي جرحتي لي مشاعري، انتي كسرتيني، انتي. وبالنسبه للام، انا قلت لك الحقيقه عادي، انا الحقيقه دي كانت موجوده من اول ما اتولدت بس انا قلتها لك. فكان الكلام قبل كده بتفلتر، يعني مثلا ما يتقالش، يتخبى من تحت لتحت يعني. لكن دلوقتي طبعا يتقال. يعني زمان مثلا ما جتش امك تقولك ما تعرفيش تعملي حاجه، كانت تقولك ايه؟ خليكي مع اختك تخلي بالها منك عشان لو احتجتي حاجه. لكن مثلا دلوقتي تقولك انت ما ينفعش تقعدي لوحدك، انت يا حبيبتي ما تعرفيش تعملي اي حاجه لوحدك. فانت بالنسبه لها تقولي ما انا طول عمري بعمل، انا طول عمري بسوي، وهي بالنسبه لها انا قلت لك الحقيقه. فده الفرق، ان الكلام عاد بيطلع
طبيعي اكتر وهتطلع الحقيقه. واحنا مفيش حد اصلا بيتقبل الحقيقه، يعني دي نصيحه، مفيش اي حد بيتقبل الحقيقه، لا كبير ولا صغير ولا متوسط ولا اي عمر من الاعمار. فما تقولش الحقيقه من الاخر، يعني فكك من الحقيقه دي. في متلازمه انا كعالمه اكتشفتها ومحدش عالم قبلي اكتشفها طبعا، وهي متلازمه كان ايامنا. المتلازمه دي بتصيب اي انسان فوق ال20 سنه. اكتبوا كده الريسكي فاكتور، عوامل الخطوره للمرض. بدايه بتصيب اي انسان فوق ال20 سنه. تاني حاجه ملهاش كتالوج، يعني كان ايامنا دي تتقال لابنك ولاخوك الصغير ولجارك والولد اللي ماشي في الشارع والطنط، كل الاعمار. فكان متلازمه كان ايامنا بتأذي كل الاعمار. دي تاني حاجه. المتلازمه دي لسه مكتشفاها يمكن من 3 اسابيع، لان انا شخصيا اتصبت بيها. فاول ما ادركت طبعا حاولت اعالج نفسي، الحمد لله يعني في نص مرحله العلاج. فالاهالي معظم اهالينا متصابين متلازمه كان ايامنا كذا، كان ايامنا كذا، ما كانش ايامنا كذا. وهم دايما شايفين ان هم احسن مننا وعاشوا حياه اصعب مننا وعاشوا اقل مننا وان احنا بقى مرفهين، ما عشناش، ما شفناش، ما تربناش. كل حاجه ايش 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 ايش، يعني هما شايفيننا كده يعني. اما جيت ادور بقى عن الكتب النفسيه والحاجات دي، اكتشفت ان هما بيقولوا الكلام اللي كلنا حافظينه من واحنا صغيرين. اختلف الاجيال، اختلف التكنولوجيا، اختلف طريقه التربيه، اختلف طريقه التعليم، كل الحاجات اللي ملهاش لازمه دي اتقالت في الكتب. ولكن انا بتكلم عن اللي شفته بعناية، الا وهو ايه بقى؟ ان احنا طول ما احنا صغيرين كنا بنعمل حاجات عشان نرضيهم، احنا لا عمرنا حبناها ولا عمرنا تقبلناها ولا عمرنا كان نفسنا فيها اصلا. فما بطلنا نعملها بدأ بالنسبه لهم، ما انت كنت كويس، انت كنت محترم، انت كنت متربي، انت وانت صغير كنت ملاك، وانت بالنسبه لك ان انت كنت بتعمل حاجه اصلا ما بتحبهاش بطلت تعملها بس. لكن بالنسبه لهم لا، انت بطلت تعمل حاجه هم كانوا حابينها، هم كانوا عايزينها. فبالتالي المميزات اللي كنت بتاخدها، يعني مثلا كنت بتدلع عشان كنت بتسمع الكلام قوي من غير اي نقاش، فبطلت تسمع الكلام قوي بدون اي نقاش، فبالتالي الدلع الاوفر اللي كنت بتاخده ما هتاخده. فده معادله طبيعيه عاديه جدا جدا جدا. فدي برضو من احدى الاسباب. برضو حاله من برضو الحالات اللي انا شفتها، انه دايما الاهالي لا يمشوك نفس طريقهم، لا يمشوك عكس طريقهم. ده طبعا الاهالي اللي مش سويين نفسيا، بتكلم في النقطه دي. يعني مثلا اعرف مثلا حد ما اتعلمش اصلا ثانوي وكده وخرج من التعليم، ودى كل عياله يتعلموا ثانوي غصب عنهم ويجيبوا كليات عاليه غصب عنهم. وانه بص، نصيبه لو ابنه مثلا ما طلعش دكتور، ما طلعش اي حاجات دي، دكتور مهندس الحاجات دي، نصيبه. وفي عيله تانية عشان هو كان شاطر وعشان هو دخل السنه ومعرفش يجيب مجموع، منع ان اي حد من العيله يدخل السنه، لانه انت مش اشطر مني، انت مش احسن مني، انا اللي هو بص، مش بيقول كده، بيقول انا، يعني بيقول كده تكبر بقى وكده، انا اشطر منك واحسن منك ومؤدب ومحترم، وهو ما جبتش مجموع، انت هتجيب مجموع بالظبط كده. فده برضو من حته الاهالي اللي متساويين نفسيا. وانه برضو من ضمن الحاجات، الكلمات ليها معاني تانية بالنسبه لهم، مش نفس المعاني. يعني مثلا عمرك قعدت مع حد من اهلك، وده مهما كان الاهل كويسين، انا مش بهاجم الاهل او بهاجم الاطفال، انا بس بجمع اسباب، يمكن اما تعرف السبب تعرف ان انت مش متضايق من اهلك او مش بتكره اهلك او مش مضطهد مع اهلك، لا، في سبب معين هو اللي عامل الخلاف. لو انت مسكت ايدك عليه هتعرف تحله ان شاء الله. فمن ضمن المواضيع ان انت ما تركزش قوي في طريقه الكلام او طريقه التعبير، ركز في نيتهم ايه، بس نيتهم بس. لان مثلا الاهل، يعني انا مثلا في تمريض سنه رابعه فاول مره اديت حقنه لماما مثلا كانت صعبه جدا وما قدرتش اديها وحاجات كده. قامت قالت لي ايه؟ قالت لي والله العظيم اخر مره في حياتي تديني حقنه. كلمه طبعا كسرت قلبي، انا كممرضه اخر مره في حياتي اديك حقنه؟ ازاي؟ طيب انا ما اديتش لماما، ادي لمين؟ بس بعدين اديت لها والدنيا مشت عادي. هي مش قصدها اخر مره في عمري اديها حقن، هي دي طريقه تعبيرهم عن المواضيع، كل واحد ليه طريقه تعبير. يعني مثلا مامتي اخر مره كل ما يعني ما اعمل حاجه مثلا وحشه تقول لي اخر مره ادخلك المطبخ، اخر مره مش عارفه ايه، اخر مره، دي طريقه ماما.
في كذا اهل لهم عدة طرق، انت لو لمستها عرفت مثلا ان دي طريقته في الدقيقه، او دي طريقته في ان هو يعبر عن حاجه مش عاجباه، او خلاص مش هيفرق معاك، هي ماما قالت كده عشان هي متضايقه بس. فما تفكرش قوي في كلام الاهل، فكر في نيته، انهم مهما كانوا هم بيحبوك، مهما كانوا هم قلبهم عليك، ده لو اهل سويين نفسيا، ان في اهل معقده يعني. فما تفكرش في كلامهم، فكر بس في نية كلامهم ايه بس. نصيحة، لو انت حابب تنتقد اهلك في حاجة، او تنصحهم في حاجة، او توجههم في حاجة، حاول النقد يكون خفيف قوي. وانا انصحك ما تفتحش ده مع اهلك تاني. يعني مثلا اهلك مثلا ولد مثلا اهله بيشتموه جامد قوي مثلا قدام مثلا ايه قرايبين، انا لا انصحك ان انت تروح لاهلك تقول لاهلك بتشتموني ليه، بتعملوني ليه كده، بتنقصوا رجولتي كده، بتؤذوني كده، بتخلي الناس ما تحترمنيش. اوعى تقول كده. لماذا بقى؟ لان هما مش هيشوفوا ده، مش هيشوفوا مثلا ان انت بتقول انا بس عايزاكوا بس تبطلوا تشتموني قدام الناس. مش هيفهموا الجمله كده، هيفهموا ان انت نسيت كل حاجه عملوها في حياته، وانت اكلتهم، مش هم اكلوك وشربوك وربوك و وركزت ان هم بيشتموك قدام الناس، فان انت ناكل الجميل. هم هيفهموا كده. فانا لا انصح ابدا بالنقد بين الاهل، انه بيبقى مؤذي نفسيا لمشاعرهم جدا جدا، وبيبقى مؤذي نفسيا لمشاعرك برضو، لانه هيتم التعاطف عليك، ان هيتقالك انت ناكر الجميل، انت. وفي النهايه حابه اقول ان احنا العيال لازم نيجي عشان خاطر اهالينا، لان اهالينا بيحبونا ربونا وصرفوا علينا. ما ينفعش من ابسط حاجه نقول ما نحبش اهلنا، ما قعدناش ننطقهم، اصل ما عدتش بحب اقعد في البيت عشان ماما بتزعق لي، اصل ما عدتش بقعد في الشغل عشان بابا ما بيطيقنيش، بابا بيضطهدني، كل ما يشوفني قاعد في التلفزيون يقول لي امي انت يعني ما اتعلمتش، ومن غير تعليم ومن غير تربيه ومن غير شغل ومن غير. لا، انا عارفه ان اوقات الاهل بيبقى طريقتهم حاده، واوقات كتير بيقولوا كلام انت بالنسبه لك يا قلبي وجعني، وخلاص هتحسب بقى ان انت هيجيلك جلطه في القلب وهتموت، وبكره الصبح هيندموا عليك وهيقعدوا يعيطوا يقولوا يا حبيبنا يا ابننا ازاي عملنا فيه كده، اهو مات بحسرته، الكلام الدرامي ده. انا نفسي كل يوم ما ازعل من اهلي بيجيلي نفس الشيء، هموت وهيندموا عليا ويقولوا يا ريتها كنا عيشناها ملكه متوجه والكلام ده. بس في الواقع هما بيحبونا، وهم خايفين علينا، وهم ربونا وعلمونا، واحنا اصلا طلعنا واعيين بتربيتهم هم، يعني هم اللي ربونا تربيه خلتنا واعيين، هم اللي ربونا تربيه خلتنا واعيين نفسيا وسويين وعارفين الصح من الغلط بسببهم هم. فما ينفعش هم يربوك كويس وانت تطلع تقول ايه كده، لا. لاني شفت كتير جدا ناس مشاكل بين الاهل كترت زياده عن اللزوم، وكل الناس بدات تتكلم، يعني اصحابي الناس اللي حواليا بدأوا يقولوا ايه، لا ده في مشاكل بيني وبين امي الايام دي، ده في مشاكل بيني وبين ابويا الايام دي، ده امي مش طايقاني الوقت ده ابويا، وهكذا. فتقريبا ده فيروس جاي عشان الشتاء دخل، هو زي اي فيروس في الدنيا هيتعالج وهيبقى كويس، وان شاء الله اول ما ندخل في الشتاء كده كلنا هنحب بعض، وكلنا هننسى كل المشاكل بتاعت بعض. هو فيروس ماشي في الجو، فاعتبره ان شاء الله يعني في فترة حضانة وهيعدي باذن الله. ففي الاخر خلينا احنا نيجي على نفسنا عشان اهالينا، وخلي برضو طول ما عمرك مش عارفه معرفش اتكلم ليه خلينا نيجي على نفسنا عشان اهالينا، طول ما عمر اهالينا طول ما عمر يا ربي. اوكي، خلينا نيجي على نفسنا عشان اهالينا، لان طول عمرهم بيجوا على نفسهم عشاننا، ونبطل نذكر مساوئ اهالينا قدام الناس، نبطل نقول مثلا ده امي بتزعلي على الرايحه والجايه، ده امي ما بتحبنيش، ده امي مش عايزني اعيش مرتاحه، ده ابويا ده. خلينا ما نعيبش في اهالينا قدام الناس، لان اول اخر احنا جايين منهم، واحنا ما نقبلش عيالنا يقولوا لنا كده، فنقبلش نقول كده قدام الناس. فشفت الظاهره دي طبعا منتشره، فحبيت يكون ليا ايد في علاجها. ولو عجبكم الفيديو فاتكم في سبب طبعا عايزين تقولوه تاني سمعتوه من اللي حواليكم، شاركوا من كتب علم النفس دي ولا بتودي ولا بتجيب، قولوا لي تحت في الكومنتس. ولو عجبكم الفيديو او القناه او اي حاجه اشتركوا وقولوا لي كلمه حلوه، شوفوني اصلا يعني لو حد شافني. ما علينا. في النهايه حابه اقول خليكم متحابين، خليكم مبسوطين طول الوقت، واعملوا اللي يبسطكم ويرضي ربنا. يلا مع السلامه.